لو محتارة تعملي أكل إيه، مفيش أسهل من الوصفة دي، صينية البطاطس اللي بتنجز على طول. صدقوني من أحلى الوصفات وأسهل الوصفات اللي ممكن تعملي بيها صينية البطاطس بالفراخ. لو جاية مستعجلة طلعي الفرخة قطعيها، حطي عليها كل اللي هقولك عليه دلوقتي وكلي أحلى صينية بطاطس. جبت فرخة وشققتها من جوه زي ما انتوا شايفين، ونضفتها كويس جدا بالملح والليمون والخل، خليت الدنيا زي الفل. بعد كده بقى حطيت عليها بصلتين كبار مفرومين، طماطمتين مقطعين مكعبات، كام فلفل رومي كده على كام فلفل حامي اللي عايزه طبعا سبايسي، وكام فص توم هرستهم ونزلت عليهم بالبطاطس المكعبات، انا بقول مكعبات. واديتها بقى التوابل، ملح وفلفل اسود وبابريكا وكمون وبهارات فراخ، وهنتبل التتبيله دي كلها، هناخدها كده وندخلها في اللحم جوه الفراخ. وجبت الطاجن اللي هدخله الفرن، نزلت بالبطاطس بالخلطة دي كلها، ريحتها خطيرة لوحدها. وطبعا لازم اديها معلقتين كبار من السمن، او لو حابين زيت زي ما انت عايزة. ننزل بقى بالفراخ عليها كده على الوش، وطبعا لازم يكون الفرن عندي شغال على درجة حرارة 200. هديها حوالي كوباية ونص من المية كده، وانزل بيها بالجوانب علشان تساعدني على سوى البطاطس والفراخ. واللي عايزة بقى سبايسي اكتر نحط بقى قرنين كده على الوش، يا سلام، في الاكل بتبقى خطيرة. هنغطيها بورق زبدة، وبعد كده بالورق الفويل وندخلها الفرن، هتقعد معانا حوالي من ساعة لساعة ونص حسب حجم الفراخ وحسب الفرن عندك. اول ما هتخرج كده بصوا شكلها خطير. الفراخ مستوية طبعا، انا اول البطاطس عندي ما استوت والفراخ استوت شلت من عليها ورق الزبدة ورق الفويل، وحطيتها تحت الشواية شوية عشان تاخد معايا اللون اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزة اوريكم، بصوا الفراخ مستوية وهمي، والبطاطس زبدة معايا. يا رب يكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. كان معاكم سوسن سليمان. باي باي.